طبعا كلنا عارفين ان ابو البشر هو سيدنا ادم عليه السلام. لكن تعرف مين هو ابو الجن؟ في بداية الخلق، قبل خلق سيدنا ادم ابو البشر، خلق الجن، وكان اول من خلقه الله من الجن هو سمية ابو الجن، وجا من سمية كل الجن. اول ما ربنا خلق سمية، ربنا بلغه انه هيكون في خليفة من بعده اسمه سيدنا آدم، هيعمر الأرض من بعدك، هيكون من المصطفين، ومطلوب منك انت وكل نسلك الإيمان بيه، لأنه هيكون نبي مكلف برسالة. وبالفعل سمية آمن بما قاله الله. لكن بعدها سمية اتمنى من ربنا أمنية، إن محدش من بني آدم يشوف نسله، وإن أعمارهم تكون طويلة، وإن العجوز فيهم يكون بمثابة شاب. فربنا قبل أمنيته ونفذها، وسكن سمية الأرض، وبعدها بدأ يعمر الأرض، وجه منه أبناء كتير جدا لحد ما نسله كبر. الجن في البداية من أول أبوهم سمية كانوا مؤمنين بالله، لكن بعد موت سمية الجن تكبر وبقى يفسد في الأرض، وكتر سفك الدماء، ونسيوا ربنا، وبقوا مشغولين بالحروب ما بينهم، لأن كل قبيلة انفردت بنفسها بعد ما كان الجن قبيلة واحدة بيحكمها سمية بشرع الله وبالإيمان بالله. لكن بعد موته الأمر اختلف تماما، وبقى الكفر هو السائد، وسفك الدماء هو القانون المتبع. فربنا غضب على الجن، وأمر الملائكة تنزل الأرض علشان تحارب الجن اللي فسادهم كتر. وبالفعل الملائكة كونت جيش ضخم ونزلت للأرض علشان تحارب الجن. الحرب كانت قوية جدا واستمرت وقت كبير جدا، والانتصار كان من نصيب الملائكة، ومات كتير من الجن، واللي عاش منهم هرب للجبال والأودية والبحار. وبعد ما الحرب انتهت الملائكة جمعت نفسها علشان تصعد للسماء، لكن قبل ما يصعدوا اكتشفوا ان في طفل صغير لسه عايش من الجن، فقرروا ياخدوه للسماء وربنا يقرر مصيره. ولما الملائكة راحت بالطفل لربنا، ربنا أمر انه هيتربى وسطهم، وبالفعل اتربى وسط الملائكة، وكل يوم كان بيكبر ويتعلم العبادة لحد ما بقى عزازيل. عزازيل ابن من أبناء سمية، اتربى وسط الملائكة، وبقى مقرب من عرش الله لشدة عبادته، وكان خازن السماء، كان خازن السماء الدنيا، يعني كان ملك السماء الأولى، وليه جيش كبير من الملائكة بيتأمروا بأمره. ومن شدة عبادته الملائكة كانوا بيلقبوه بطاووس الملائكة. وفضل سنين كتير جدا ملك السماء الدنيا والمقرب لعرش الرحمن، لحد ما في يوم عزازيل قرأ في اللوح المحفوظ، وهو زي صحيفة كده مكتوب فيها مصائر الخليقة من بداية الخلق لحد قيام الساعة. شاف ان ربنا هيخلق خليفة جديد هيسكن الأرض، وهيأمر الملائكة انهم يسجدوا له، وكل الملائكة هتسجد إلا كائن واحد من وسطهم مش هيسجد. الفضول مسك عزازيل وفضل يفكر مين اللي مش هيسجد، وازاي في خليفة يتخلق بعدي. وهنا الكبر مسك قلبه، وقال لنفسه أنا المفضل وأنا المقرب وأنا أشدهم عبادة، مين ده اللي هيجي من بعدي وياخد مكاني كده بسهولة؟ وبعدها وهو ماشي شاف مواضع سجود على الأرض مكتوب حوالين كل واحد لعن إبليس، وبعدها طرد إبليس. فضل محتار مين هو إبليس، لحد ما جه اليوم اللي ربنا خلق فيه آدم عليه السلام. وأول ما عزازيل شافه حقد عليه. عزازيل قرب من قطعة الصلصال اللي في وسط الملايكة، وفضل يلف حواليها لحد ما عمل حاجة غريبة جدا.
دخل جوه جسم آدم من فمه فآدم طلع صوت غريب وقال عزازيل للملايكة: ده كائن ضعيف، لو بقى تحت أمري مش هرحمه، ولو كنت أنا المأمور بأمره هكفر بيه. وفي اللحظة دي افتكر الكلام اللي قراه في اللوح المحفوظ، وعرف ان هو الكائن المعني برفض السجود. ولما ربنا نفخ الروح في آدم وبقى كائن حي وأمر الملايكة بالسجود، سجدوا كلهم إلا عزازيل، فربنا لعنه وبقى إبليس من الأبالسة وشيطان لأنه شط عن أمر الله واتطرد من الجنة. لكن إبليس حقد على آدم وما سابوش غير لما طرده هو كمان من الجنة. ومن اللحظة دي بدأت العداوة الأبدية بين إبليس وآدم عليه السلام. وبكده نكون خلصنا قصة سمية أبو الجن وبداية إبليس. والقصة الجاية هنتكلم عن الخطبة اللي هيقولها إبليس يوم القيامة لكل حد أضله، والخطبة هتكون في جهنم. ومش بس كده، هنتكلم عن حرب هتحصل بين أبناء آدم والقرناء، وده هيكون وقت خروجنا من القبور بعد البعث. ساعتها كل قرين هيظهر وهتحصل المواجهة. لو متحمسين تعرفوا الحكاية اتفاعلوا على البوست ده بلايك وكومنت وشير عشان ده بيدعمني أكمل.